يلا نكمل في هجوم هندي الملك، ولسه احنا في الفصل الاول ضد الدفاع الفرنسي. هناخد الكاروكان واستقلي وغيرهم ولكن في وقتهم وفصول تانية. طيب تعال ناخد فكرة جديدة النهاردة وهناخدها من ماتش اتلعب في العين سنة 2013. E4 E6 دفاع فرنسي عادي جدا، D3. وعرفنا بنلعب الدي 3 ليه؟ عشان لما يلعب الدي 5 نغطي بالنايت، لو فكر يكسر ما يبقاش فيه تكسير وزراء. بدون يعني لو كسرت الوزراء هيبقى الهجوم هندي الملك ما فيش هجوم هندي الملك بقى، هو قائم على ان يبقى فيه ايه وزراء. المهم الراجل كمل بتطوير النايت بتاعه بشكل عادي جدا. طيب واتكلمنا عن الجي 3. ليه بلعب الجي 3 وفنكة البيشوب قبل ما اطور النايت؟ عشان ما يحرجنيش بلعبة البيشوب سي 5، اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. لكن هنا الراجل لعب السي 5 على طول. البيشوب سي 5 اطمنك هنشوفها، ولكن في ايه؟ في درس جاي. لحد دلوقتي كلام جميل، فنكت البيشوب، طور النايت بتاعه، طورت النايت بتاعي. بعد كده انا هو الاول لعب البيشوب اي 7 وفي بيشوب دي 6، بس هنشوفه برضه في وقت ايه؟ في وقت لاحق. انا بيت. هتبيت يا عم زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت؟ قال لك لا مش هبيت، هلعب البي 6. الله، بتلعب البي 6 ليه؟ عايز تفنكت البيشوب بتاعك انت كمان؟ يقول لك اه، وبعد ما اطور وزيري احتمال ابيت في جناح ملك او جناح وزير. هو شكله كده راسم انه يبيت في جناح الوزير، ودي فكره ليها موضوعيتها. مش انت بتعمل هجوم هندي الملك عشان تهجم على الملك بتاعي وتدي كشمات وافكار من هذا القبيل؟ اقول له اه حصل. يقول لي طب ايه رايك، انا بفكر بقى ابيت في جناح وزير اصلا. المهم روك اي 1 ولعبه وصفها الكاتب بالمارينه. قالك لسه انا ما قررتش هلعب الاي 5 ولا لا يعني. فنكت البيشوب بتاعه واحنا لعبنا الاي 5 وهو شال النايت. طيب لحد دلوقتي الراجل ما بيتش. وانت ممكن تسالني سؤال تاني، ايه الاسهم اللي طلعت قدامنا دي؟ الاسهم دي بتقول لك ان اللعبه اللي اتلعبت في الماتش هي السي 4، لكن اللعبه اللي كنا بنشوفها الماتشات اللي فاتت هي ان احنا هنجيب النايت اف 1، وبعد ما اجيب النايت اف 1 عايز اطور النايت بتاعي للاتش 2 وللبي 4 وللجي 4، بعتذر، زي ما شفنا في الماتشات اللي فاتت. بس عيب النقله دي في حاجه، عايز اطور الكوين بتاعته مثلا، ودلوقتي الامكانيات متاحه للتبييت في جناح الملك او في جناح الوزير. عايز يبات قصير ماشي، طويل ماشي. بتدعم البدأ بتاعك، بيلعب الاتش 6. عايز تكمل في خطتك في تطوير النايت، بايت هو طويل وقال لك بتعمل انت ايه؟ هطور النايت بتاعي، طب ههاجم ايه اصلا؟ بالاضافه ان هو لعب الجي 5 وهو اللي ايه انقلب بقى كده السحر على الساحر، ده هو اللي عايز يفتح اعمده ويهاجم على الملك بتاعي، والملك بتاعه امن والدنيا بتاعته زي الورد. لذلك ما ينفعش امشي في خطتي التقليديه بتاعت ايه المره اللي فاتت اللي هي ايه؟ نايت اف 1 ووديه بقى اتش 2 بعديه جي 4. لا مش نافعه القصه دي. طيب ايه اللعبه اللي لعبها اللاعب بتاع بيلعب بقطع البيضاء؟ لعبه جميله جدا، لاعب السي 4. بيقول له انا عايز اهاجم الوسط ده، انت الملك بتاعك لسه ما خدش قرار هيروح فين، فانا عايز اهاجم الوسط. هتقول لي ايه الاسهم اللي ظهرت؟ اقول لك دي الاحتمالات اللي ممكن يلعبها. يعني ممكن يطور الكوين بتاعته مثلا ويفكر يبيت، او ياكل، او يقدم. ويقدم هي اللعبه الافضل، ان هو يقفل السنتر، ودي اللي اتلعبت. طب ليه الاكل ما كانش كويس؟ لان لو هو اكل حضرتك هتستعيد بالحصان مثلا، وعندك حتى فكر في تكتيك شويه. يعني ممكن تلعب البيشوب، لو اكل تنزل انت تديله كش وخسرته حقه في التبييت، وبعد كده تاكل، كانت القطعه غير محميه. فالاكل لم يكن الخيار الافضل. طيب ماذا لو هو ما اكلش؟ ماذا لو هو قالك انا هكمل هجيب الكوين بتاعتي صدقني وعايز ابيت ولا حاجه؟ احنا ساعتها اللي هناكل بقى. طب ما هو يستعيد تلعب، وساعتها هو لو اكل مثلا هتضغط على البيضة، بالاضافه ان جناح الوزير لو انت عايز تبيت فيه الدنيا مش حلوه، بالاضافه ان السنتر يعتبر اتفتح وانت الباك بتاعك ما بيتش، فالامر مش مريح خالص بالنسبه له كلاعب بالقطع السوداء. يعني كان ممكن مثلا يكمل بهذا الشكل، الموضوع مش مريح بالنسبه له، مش مريح على الاطلاق. انت معاك افضليه 2.3 من 10 على الانجن رغم ان هم متعاد بدقيقتين زياده. طيب الراجل لعب اللعبه الاصح والادق، وهو ان هو قفل السنتر، الملك بتاعه ما بيتش.
يفاجئنا صديقنا ده ان هو يلعب الايه؟ اتش 4. لعبه غريبه قوي. انت بتهاجم او بتلعب الاتش 4 ديت ليه؟ عايز ايه منها؟ هو في ملك يا عم مبيت في جناح الملك عشان تلعب الاتش 4 وتفكر تهاجمه؟ يقول لك لا، الاتش 4 ديت لعبه الغرض منها ان الاستاذ الفاضل ده ما يفاجئنيش ويلعب الجي 5، ومن الجي 5 يلعب الجي 4 ويحرج الحصان بتاعه ويمشيه اللي بيدافع عن البيت. فدي لعبه استباقيه. لكن الراجل لعب ايه؟ اتش 6 وبيجدد التهديد بتاعه. يقول له عايز العب الجي 4 برضه وازقه على الحصان بتاعك وامشيه. هنا قال له لا، مفيش الكلام دوت، اتش 5 وتنسى الفكره ديت ايه خالص. لانك لو لعبت دلوقتي جي 6 مثلا هاكل وانت هتستعيد، وهيبقى عندك بدائين قافلين الفايل بتاع الاتش وبتاع الجي، والملك بتاعي حالته كويسه ومش زعلان من اي حاجه. فديت الفكره بتاعتها. طيب بعد ما حضرته لعب، او حضرتي انا بعتذر، لعبت الاتش 5، هو ما كان مش هيكمل بقى بالجي 6 دي شفناه، امال هيكمل بايه؟ بالكوين بتاعته، ويقول مستعد ابيت بقى جناح ملك جناح وزير، انا زي ما انا حابب. هنا الراجل كامل بالاي 5 اللي بيلعب بالقطعه البيضاء. ليه؟ بيقول لك اصل انت لو بيت طويل في الحاله دي هلعب على طول البي 4 بتاعتي ومستعد لفتح جناح الوزير اللي انت بيت فيه. ولذلك الراجل مرضاش يبيت. اول ما شافنا لعبنا احنا الاي 3 رد هو على طول بالاي 5. نفس الفكره، زي ما انا خدت لعبه وقائيه هو بياخد لعبه ايه وقائيه. وهنا صديقنا اللي بيلعب بالقطعه البيضاء كمل بالبي 3 عشان يقول له لو انت هتلعب الاي 4 هكمل انا بالبي 4 وعايز افتح جناح الوزير. وهنا الراجل اخيرا خد قراره المصيري وبيت طويل. حلو، لحد دلوقتي الدنيا اكثر من جميله. يبقى احنا النهارده خدنا فكرتين او 3 افكار لحد دلوقتي. ايه اللي يحصل لما هو ما بيبيتش؟ قصير زينا بخلاف اللي شفناه في الماتش الاولاني والتاني او الحلقه الاولى والتانيه. رقم 2، فهمت انت فكره الاتش 4 بالاتش 5 وبعدين اللعب على جناح الوزير بيتم ازاي؟ طيب تعال نكمل الماتش المثير ده. هتكمل بايه يلي بتلعب بالقطعه البيضاء؟ قال لك هحط حصاني في السنتر. طب البدء بتاع الاي بتاعي دلوقتي ايه قصته؟ ده مش محمي، ده ممكن يتاكل. تنفع تاكله يا عم؟ قال لك نجرب، لو اكلنا انت هتعمل ايه؟ هستعيد. انا هستعيد، ههدد الحصان بتاعك. طب ايه المشكلة انا احميه؟ اللعبة دي فيها عدة مشاكل، اهمهم يعني المربعات البيضاء انت عملت لها شوية اضعافات، بس انت بعد ما بتعمل البيشوب اتش 3 وضاغط على البيضاء هتحميه مثلا بالوزير. طب انا اكلت هتعمل ايه؟ هتقول لي استعدت. طب البيضاء ده هتحميه ازاي؟ بالاضافة ان هيكل البادئ بتاعك مش ولا بد خالص يلي بتلعب بالقطع الايه السوداء. ولذلك انا استعدت البدء بتاعي وهيكل بادئ مش قوي، فهي لعبة مش ايه، ليست بالجيدة. طيب ولذلك هو الراجل ما لعبهاش الحقيقة، الراجل ناصح ومرضاش ياكل البدء، قال البدء ده مش بلوشي ولا حاجة، انا مش ايه، مش هاكله. امال هتعمل ايه يا عم؟ قال لك انا مش طايق الحصان ده، الحصان دوت يفكر لي بقى في تاكتكس في المستقبل وبتاع، انا مش طايقه، انا عايز اكرشه. طب هتكرشه ازاي؟ ده فيه اكل بالمرور. عادي، هستعيد بالبدء وفتحت عمود الفايل بتاع الجي، فتحته على الملك بتاعك، وانا دي حاجه كان نفسي فيها من اول الدور. ماشي. وهنا صديقنا بيلعب بالقطع البيضاء، سحب الحصان بتاعه، وبالتالي البدء بتاع الاي اللي مكانه دلوقتي في الاي 6 تحت التهديد. هتحميه ازاي؟ كان على فكره يقدر، ودي الانجن بيرشحها انه يحميه بالنايت دي اف، كان يقدر يحميه بهذا النايت وتمشي الامور زي الفل والوضع زي الورد. الاي 5 وحشه جدا. ليه؟ اضعافات للركب في المربعات البيضاء. يعني مربع زي الاف 5 اضعاف، مربع زي الاي 4 اضعاف. رقم 2 انت ما انتش قادر، وطبعا مربع الجي 6 ما هو اضعاف هو كمان. رقم 2 انت مش قادر كمان تزيح بيادك، والكاتب بيقول زي ما نيمزوفيتش بيعلمنا البياد اللي ما اقدرش ازيحها واقدمها
تمثل هدف او تارجت. تستطيع انك تستغل بقى تضغط على المربعات دي وتحميها، سواء بالنايت اتش 4 او بالبيشوب اتش 3. والبيشوب اتش 3 دي نقله مشهوره جدا في دفاع او في بعتذر هجوم هندي الملك. فاذا الاي 5 اكثر من ايه؟ من سيئه. اضعافات بالجمله، وهيديني مراكز بالجمله اقدر استغلها، خاصه مربع الاف 5 ومربع الاي 4. طيب لذلك الراجل ما لعبش الكلام ده، امال لعب ايه؟ نايت اف 8 وقال لك احمي البيدق بالحصان. ماشي، هتكمل بايه يا عم؟ قال لك انا هلعب البي 4. الله، مش دي هتضحي بيدق؟ هتضحي، بس تعالى نشوف التضحيه دي مفيده ولا مش مفيده. اكل، استعد بالبيشوب محاولا انه يبقى قافل الايه؟ الدنيا. وزيره قصاد ملكه، ودي حاجه ممكن انت تستغلها. عايزين نكسر البيشوب، ما بكسرش بيشوبس، بهدد الرخ مشيت. نزل الحصان، قال له لا انت هتهاجمني ولا ايه؟ هاكل. الراجل استعد بالبيشوب، ولعله متهلل معاه بدأ زياده، ومع ذلك الانجن ما بيدروش اي افضليه حتى هذه اللحظه. ليه؟ مبدئيا روك اي 2 عايز اناور بيها، عايز اشيلها من وش البيشوب، عايز احرك الحصان لو عايز، وماله. لعب هو اخيرا الاي 5، قال لك العب الاي 5 بقى، ولكن بتمن فادح. الاضعافات اللي عندك في مربعات البيضاء دي هتدفع ثمنها غالي جدا. في المقابل قال لك انا عايز احرر حصاني، الحصان بتاعي اللي في الاف ده نفسي احركه، اللي في الاف 8. وهنا يكمل صديقنا بيلعب بالقطعه البيضاء هذه اللعبه العظيمه سي 5. لو اكلت بالبيضاء عادي، مش كارثه يعني، تنفع، مش غلط. لكن هو اختار ياكل بالبيشوب. لحد دلوقتي الوضع على الانجن في افضليه واحد ليك انت كلاعب بالقطعه البيضاء، مش افضليه ضخمه يعني، رغم انه واخد بدقين زياده. طب ليه كده؟ لان هو انت هتطلع بحصانك. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله ما طلعت بحصان يعني؟ ايه الخطوره الضخمه اللي في دي؟ ضاغط يعني على البدء بتاع البي؟ ايه القصه يعني؟ هنا الراجل لعب لعبه قد تكون عاديه، بيشوب دي 5. بيشوب دي 5 لما تفتح الانجن تلاقي فجاه بقى عندك تفوق 4.5. يعني اللعبه دي تعتبر بلاندر. طب ليه بلاندر يا عم؟ ايه مشكلتها يعني؟ ايه الغلط الفادح اللي فيها؟ يعني بيقول لك كان افضل بكتير ان هو يلعب نايت دي 7، افضل مليون مره من هذا الامر. حميت البيدق بالحصان وبالوزير والدنيا زي الفل. ليه اللعبه ديت مشكله؟ بيشوب دي 5 ممكن تبقى زي الراجل شايفها لعبه عاديه يعني. ايه القصه يعني؟ قال لك عشان هياكل بكش. طب ايه المشكله؟ هستعيد بالبيشوب يا عم، ايه اللي حصل يعني؟ فين الخطوره؟ مهدد وزيره، بسيطه. البيشوب وحميت، فين الخطوره برضو؟ ضغط مزدوج على البيشوب هيسقط. حميته بالحصان، ايه المشكله؟ يجي هنا بقى البيشوب اتش 3. ودايما حط النقله دي في دماغك، ضاغط على الحصان او مش ضاغط عليه، رابطه. انا اخد دلوقتي القطعه بتاعتي زي الفل. هو كان معاه قطعه لان انا ضحيت حصاني، كان معاه قطعه زياده وبيضة، ورغم انك تفتح الانجن تفوق 3 عندك. الراجل لعب كينج دي 7. اديني يا عم قطعتي بقى. كان الوزير متهدد فنقله. وهنا النايت بتاعك طورته للاتش 4. بتفكر تعمل ايه يا سيدي؟ الرخ بتهدد، اكلنا استعاد مهدد وزيري خد البيضة. لحد دلوقتي الوضع بتاع الراجل صعب جدا. ليه؟ اصبح فيه هجوم في جناح الوزير وهجوم في جناح الملك. طيب الوزير عايز يكسر، عشان فكرة ذكية، لما تلاقي فيه هجوم عليك كسر وزراء. مفيش تكسير وزراء يا استاذ. عايز اكسر وزراء. وهنا دي اللعبة اللي بتنهي الدور. بعد
البيشوب تيكس E6 الراجل انسحب. لو لعب اللعبة اللي بيوصف الانجل اللي هي كينج D6 هياخد مات بعد نقلات مش كتيرة. لو اكل بالملك هتديله هذه الكش، يمشي اديني الرخ، خلاص الدور انتهى. طب بلاش مش هياكل بالملك، لو اكل بالبيشوب لن يكون افضل حل. كش تغطي اكل تستعيد وزيرك ببلاش. وحتى لو لعبت اللعبة اللي بيوصف بيها الانجن اللي هي كينج D6 هيبقى فيها هذه الكش، هات الوزير وبعد كده هات الرخ والدور انتهى. ولذلك الراجل خدها من قصرها بعد ما صديقنا اللي بيلعب بقطعة البيضة لعب بيشوب تيكس E6 بتشيك، اكتشف ان هو مش عارف يعوض قطعته بأي طريقة وانسحب. اتمنى تكون طلعت بشوية دروس مستفادة من الماتش بتاع النهاردة واستمتعت بيه. كل سنة وانت طيب. اتمناك من كل قلبي ان سنة 26 تبقى احلى عليك من سنة 25، وما تزعلش لو كانت 25 يعني زعلتك شوية. اطمنك مش مزعلك لوحدك، قد تكون مزعلة ناس كتير. ان شاء الله ربنا يكون معك 26 وتكون سنة احلى. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسلة. اشوفك الحلقة الجاية على خير وسلام.